خلاص بقى ما تزعلش ان احنا كسبنا اصحابك. هما 2-0 يعني، وبعدين دول بلاك كاتس اصلا مش انت خالص. مساء الفل. عودة لتشكيل بداية الموسم. الماتش ده بس بادئ بلامنس اخيرا، خلينا نشوف هيقدم لنا ايه. الثلاثة اللي قدامه يورو، ديليخت، شو، نفس اللي كان بيبدأ بيهم الموسم، ودول اللي كانوا بينهم معاه البري سيزون. الاربعة اللي في النص، ديالو على اليمين رجع من الاصابة الحمد لله، الاثنين اللي جنبه كاسيميرو وبرونو، شمال بقى دالوت. انا ما بقتش لاقي حاجة اقولها فخلاص عديها. الثلاثة اللي قدام كل ماتش بتشكيلة بقى كالعادة. مبومو يمين، جنبه ابو جبل ماونت، قدامهم سيسكو. خلينا نبدا الماتش ونشوف الثلاثه دول هيقدموا لنا ايه. امورين في المؤتمر اللي قبل الماتش قال ان هو مش هيكون ماتش سهل قدام ساندرلاند، على اعتبار ان هم في المركز الخامس. قال ان هم كمان كسبوا برينتفورد في نهايه الماتش اللي احنا خسرنا منهم الماتش اللي فات 3 دول، وقال ان هو مش هيكون ماتش سهل علينا واحنا هنلعب تحت ضغط. يا حبيبي ارحم اللعيبه شويه. حلوه العرضيه دي يا ولد ابو جبل، حلوه الاستلام والحطه دي ماونتينيو، حلوه البدايه دي، حلوه البدايه دي. امورين بعد ما سجلنا عمل واحده انا صح جبته من امبي. ما هو تشيلسي ممكن يبقى زي امبي، ازرق وازرق تمشي يعني. امورين بقى بعد ما سجلنا عامل فيها كاريزما ومش عايز يحتفل وبتاع، اتنيل. بس 10 دقائق بدايه منطقيه. يعني مسكوا مننا الكره شويه بس احنا مسيطرين وماسكين كوره عليهم. فرقه لسه صاعده ما عندهمش اي ادفانتج عليك، وبعدين اسمهم بلاك كاتس يعني شويه دراي فود والموضوع هيخلص. طب اجيب لك تونه وتسيب لنا الماتش. حلوه. هفضل كل مره اقول مبومو احسن لعيب معانا من اول الدوري كالعاده. تلت ساعه بنتفرج على ولا حاجه، بننقل كوره وخلاص. احنا احسن منهم طبيعي، ده طبيعه سكواد يعني، لكن لسه لحد دلوقتي مش شايفين اي حاجه مميزه ولا حتى ردة فعل على الخساره بتاعه برينتفورد. لعيبه يونايتد ما بيعرفوش يتعاملوا مع الضغط اللي بيعملوه عليهم اي فريق. فرقه زي ساندرلاند فرقه صغيره، انا مش بقلل منهم حتى لو هم في المركز الخامس، بس هم اصغر منك دلوقتي. لما بيضغطوا علينا بيرجعونا لورا. واحد زي لامنس لمس الكرة 6 مرات او 5 مرات من اول الماتش، فاحنا كل ما الضغط علينا نرجع لورا نديها لحارس المرمى ويبدا يلعب بقى كرة طويله او يوزعها على جنب من الاثنين. لسه لغايه دلوقتي امورين بيحاول يفهم اللعيبه طريقته، واحنا شعرنا هيبيض وهم لسه ما فهموهاش. اللي هو طبعا احنا مش عارفين ايه الطريقه اصلا. دالوت مش عارف يوقف الكوره. حلوه، حط يا راجل، حط يا راجل، يا سلام يا طارق يا سعيد يا عظيم. برونو حط واحده ارتو جت في العارضه، حرام والله. هو سيسكو فين في الكوره دي؟ ليه ديالو يلعبها بدماغه ولا جنبه ماونت وهو بعيد؟ من بعد ال1-0 واحنا بدانا نضغط عليهم اكتر ونحطوه في ال18. عملنا جمتين خطر، منهم واحده بتاعت برونو اللي جت في العارضه. ان شاء الله نسجل الثاني والثالث والماتش يطلع مستريح عشان ندخل التوقف الدولي مستعدين للخساره من ليفربول بنفس راضيه. برونو بيعمل ايه على خط ال18 بتاعنا؟ بيغطي ورا لوك شو. هو لوك شو فين؟ بيتغدى؟ الدريت خد مبومو حضن مطارات في الملعب وزعلان ان هو اخد انذار. يعني برونو كان على ال18 ويورو هو دلوقتي اللي بيلعب وينج يمين مع ديالو. احنا ايه الخطه؟ هاول جول هاول جول هاول جول جول. سيسكو 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 وبا جول. ديالو راجع جعان كوره. رمية التماس بتاعت برينفورد عملناها ونجحنا وسجلنا. سيسكو اي ربع كوره جوه المنطقه ادوها له وهيتصرف. الماتش بدا يحلو وشكلها هتزهزه معانا. حلوه، روحي زي اختك ولد. الكوره ده ساندرلاند عملوا تغيير في الدقيقه 35. يلا يا دينجر على الليتر بوكس. على سيره البلاك كاتس، انا كل ما لعيب من عندهم يتخانق مع لعيب من عندنا اسمع الخناقه بصوت يا صاوي. والله ايه التهريج ده؟ يعني فرقه اسمها بلاك كاتس نجيب احمد عاطف قطه يلعب معاه. حلوه حلوه يا لامنس، حلوه يا لامنس. الماتش من بعد الجون الثاني ماتش تاني خالص، وهجمه هنا وهجمه هناك وبنلعب كوره. الشوط تقريبا بيخلص خلاص، بنلعب في الوقت الضايع. تقدر تقول من بعد الجون الثاني واحنا بدأنا الفريق يتجرأ اكتر، تحس ان نفسيتهم احسن من بداية الشوط اصلا، تحس ان هم نفسيتهم احسن او عايزين يعملوا حاجة. ولكن لغاية دلوقتي برضو لسه ما فيش البصمة بتاعة المدرب اللي تقدر تقول عليها ان الفريق بدأ يلتزم خططيا وبيقدم لنا كورة. احنا في روح حلوة كسبانين، لكن لسه عايزين نشوف اكتر من كده. هيحسب علينا ضربة جزاء؟ لا ما تنكدش عليا، فاش حاجة يا عم، ما لمسكش. ايه التمثيل ده؟ ايه ده؟ ده الفار بيشوفها عشان يحسبها ضربة جزاء؟ يا معلم انذار تمثيل، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش ضربه جزاء. ايوه يا عمي ما فيهاش حاجه. خلاص يا تشاكا ما تحورش، روح شوف لك كلبه ولا بلاش هتاكلك. ممكن اقول واحده كمان على القطط السوداء. العيال طالعين بين الشوطين مش بيستحموا، بيعملوا كده. نهايه الشوط الاول 2-0 لمانشستر يونايتد، نتيجه مهمه جدا لازم نكمل عليها ولازم نستفيد من اللي كان بيحصل في الشوط الاولاني عشان نفضل ماسكين كوره والماتش يخلص 3-4 يبقى مكسب مستريح هيرجع الثقه للفريق تاني. بدايه الشوط الاول كانت ممله، مفيش تاكتكس واضحه، مفيش لعب كتير في نص الملعب. الكوره كانت بتروح هجمه هنا وهجمه هنا لكن بدون خطوره.
حتى بعد الجون الاول اللي سجله ماونت، طبعا جون عالمي، استلام حلو جدا وفينش احلى بكتير، لكن حتى بعد الجون ده ما حسيتش ان الفرقه لسه عندها الموتيف اللي يخليهم ينزلوا ياكلوا اللي قدامهم. فضل الشوط بعد الجون الاولاني تقريبا ماشي على نفس الوتيره، ممل شويه، بنمسك كرة اكتر، بنتقدم اكتر، عملنا 3-4 فرص لكن برضو ما كانتش بالخطوره الكافيه. يمكن هي بس الكرة بتاعت برونو اللي جت في العارضه، وبعدين الجول بتاع سيسكو اللي جه من متابعه كويسه جدا جوه منطقه الجزاء، وده يعكس لك قيمه مهاجم زي سيسكو واقف بيتوقع نص فرصه وسجل لك منها هدف، بقيت 2-0. البدايه بماونت النهارده في رايي كانت احسن من البدايه بكونيا. كونيا الماتش اللي فات ما عملش ماتش كويس خالص. ماونت كان مديلك ايدج ان هو كمان بيملى المساحه اللي بينه وبين برونو، فبقى بيلعب في الحته اللي بين برونو وهو بيلعب 8 وبين بومو وكونيا اللي بتتلعب الماتش اللي فات اللي كان دايما فيها خرم في نص الملعب، بيسقط شويه لو الكره علينا، وحتى في الشويه دول لما بتبقى الهجم معانا سقوطه ده بيخلي برونو يتقدم، فبيبقوا الاثنين رايحين ناحيه بومو وبعدين الاثنين يعرفوا يوصلوا الكره لقدام. وجود يورو في الملعب اكيد مدينا افضليه في الناحيه الدفاعيه، خصوصا ناحيه اليمين اللي فيها ادينجرا اللي هو ناحيه الشمال عند ساندرلاند. الولد ده سريع، ووجود ديالو لوحده ما كانش هيبقى كفايه لو كان وراه دي ليخت او وراه ماجواير. الحته دي لو كملنا كده، هي اصلا انت بتلعب من اول الماتش ديالو عامل ماتش هايل، فايق، جعان كوره، ادالك اكتر من كوره، ادالك اكتر من فرصه قدام. ان شاء الله نكمل الشوط الثاني نسجل اكتر. بتعمل ايه يا ماونت وانت بتعاقبني عشان قلت عليك كويس يعني؟ 6 دقايق من اللا شيء، نص الوقت الكوره في الاوت، وحتى الكورتين اللي لمستاهم احنا بنتضرب. تعالى يا يورو، الولا اهو، عماد ديالو اهو. دالوت كل ما يستلم كوره ناحيه الشمال يحسسك ان هو وسطه عايز يتشحم، بيلف فجاه كده ويرجع الكوره لورا. لامنس هيطرد، لامنس هيطرد، لامنس عمل مصيبه في اول ماتش. هي ما فيهاش حاجه عامه، لامنس ما لمسوش وبرونو كان معدي وهو مثل واترمى في الارض. ده فرق المساحات بقى بين الدوري الانجليزي والدوريات التانية. سيسكو بقاله كورتين بيستلم ويحاول بس يستدعى عشان يشوط ومفيش سنتي. ايه يا حاج كانتون؟ ال10 دقايق اللي فاتوا شكلنا احسن، انتشارنا افضل في الملعب، بنضغط اقوى كمان من الشوط الاولاني، فالكره لما بنخسرها بنسترجعها بسهوله وبنقدر نروح بيها بهجمه. شكرا كابتن ماونت، شكرا ابو جبل، عملت 60 دقيقه هايلين. تغييرتين، دورجو نازل مكان دالوت وكونيا نازل مكان ماونت. نظريا المفروض بقى الجبهه الشمال دي هتكون اقوى من الشوط الاولاني، الاثنين دول عندهم سرعه وعندهم كوره اكتر من الاثنين اللي كانوا موجودين، خصوصا ان دالوت ما كانش مؤذي الماتش ده عشان طبعا ما فيش حد بيضغط عليه قوي يعني، ولكن هو ما عملش مصايب. دورجو اسرع، كونيا بيلعب كوره، خلينا نشوف هيعملوا لنا ايه. لامنس بقى من نوع الحراس اللي بيتقدم على حدود المنطقه، واي كوره هتتلعب من ورا الدفاع هتلاقيه هو اللي طالع يغطي. وديه هو تاني، يا مبومو ارفع عينك، ودي ديالو مره تانية. روبن بقول لك ايه، احنا في الدقيقه 68 وكسبانين 2-0 وساندرلاند مش خطر، ما تجرب كده تنزل ماينو يلعب مكان كاسيميرو ويبقى هو اللي جنب برونو، فكر فيها، اطلع بره يا كاسيميرو بالكره الكفر دي. لامنس بس استاذنك لما تلعب الكره اللي قدام العبها جوه حدود الملعب. الفكره بقى ان احنا بالقرف اللي بنقدمه الكام ماتش اللي فاتوا دول، كل الفرق بما فيهم ساندرلاند بقوا عارفين ان انت عندك مشكله في الكور العاليه في منطقه جزائك، فكله بيلعب عليك عرضيات. موكيلي بيلعب عرضيات سم، واحده فيهم لو رشقت هنلبسها في الشبكه. احب اقول مره تانية ان دي ليخت مدافع مثال لشخصيه المدافعين اللي كنا محتاجينها في مانشستر يونايتد، القوه والروح، والراجل بيديك حتى لو بيديك 7/10 بس بيديك 7/10 كونسيستنت كل ماتش، وتحس ان هو قائد للدفاع من غير شارة كابتن. طيب هو نزل كوبي ماينو فعلا، بس نزله مكان براين بومو، فهو دلوقتي ماينو هو اللي هيلعب جنب كاسيميرو، وغالبا برونو هو اللي هيطلع يلعب 10. خليك ورا يا كلب، مش هتطلع قدام ابدا. يورو ما شاء الله نازل مستموت في الملعب، بيرد على امورين في الملعب بيقول له انا ما ينفعش اقعد لماجواير. كاسيميرو از كاسيميروينج، ما يهدلوش بال من غير ما ياخد انذار كل ماتش. ال10 دقايق اللي فاتوا ساندرلاند مستسلمين تماما للهزيمه، مانشستر ماسكين كوره بيهاجموا لكن مفيش اي خطوره برضو تذكر. كونيا من ساعه ما نزل بيحاول يقول لنا يا جماعه انا لعيب جامد، لكن برضو نفس الكلام اللي كنا بنقوله الماتش اللي فات، لو لعب اكتر مع زمايله احنا هنبقى شايفين كونيا اللي احنا عايزين نشوفه، اللي كان بيلعب مع الولفز. اموريم تحس انه عنده كوتا، لازم ماجواير يلعب كل ماتش، ماضي وصولات امانه لماجواير. بحب في ديالو ان هو كل ما يستلم الكوره يروح بوشه للجون ويحاول يرقص اللي قدامه لو قدامه مدافع او اتنين. ما بحبش فيه بقى ان هو كل ماتش تحس ان هو لازم يعمل له بتاع 3-4 اوفسايد كده شبرق بيهم على الفرقه اللي قدامه. مستوى الاداء يليق بفريقين من الشامبيونشيب. فوز مهم، مبروك المكسب. تعال اقول لك حصل ايه النهارده. اموريم النهارده ما غيرش الخطه، لكن غير طريقه تطبيقها في الملعب ل 4-4-2 اوت اوف بوزيشن. الخطه دي مش معناها انك بتلعب 4-4-2 بشكلها الكلاسيكي، لكن تطبيقها كده 4-4-2 اوت اوف بوزيشن بتدي لك ميزتين.
دفاعيا بتدي لك ميزه ان بيبقى عندك كثافه اكتر في نص الملعب، فبتقدر تسترجع الكره اسهل وبتعرف تعمل بلوكج كده ما يعرفوش يوصلوا عندك بالسهوله اللي كنا بنشوفها الماتشات اللي فاتت. الميزه الثانيه بقى ان انت هجوميا الفريق بيقدر يتقدم من نص الملعب لغايه الخط اللي قدام ككتله واحده، فبقى الجزء اللي فاضي في نص الملعب بين برونو وكاسيميرو او برونو واوجارتي اللي كان بتشوف الماتشات اللي فاتت وبين الثلاثه اللي قدام بقيت دلوقتي بيتقدموا، فبقيت بتلاقي حتى لما بيدخل ديالو من اليمين، ماونت كان بيجي شمال، او حتى دالوت لما كان بيتقدم من ناحيه الشمال، بيدوا حريه اكبر للاثنين اللي قدام او الثلاثه اللي قدام، خصوصا الماتش ده كان بومو وسيسكو، فبقيت عارف تشوف الهجوم ما بيسقطش قوي لورا، فبقيت حتى لما بتوصل لهم الكوره عرفت تترجم لجونين في الشوط الاول. فحتى الجون الثاني اللي سيسكو سجله من كوره كان بيتابعها جوه منطقه الجزاء، لكن الهجمه دي والهجمه بتاعه برونو وهجمات ثانيه كمان في الشوط الثاني كنا بنشوف ان الفريق طالع قدام ككتله واحده، فكان حتى لما بتعمل هجمه خلصت بقى بعرضيه، خلصت بشوطه ما طلعتش بره لكن اتعمل لها بلوك، كنت بتعرف تسترجع الكوره تاني وتعمل هجمه تاني ما تبداهاش من الاول. الكثافه بقى اللي كانت في نص الملعب دي كانت مديالك افضليه عليهم، ان انت عارف تقفل عليهم مساحات التمرير، ودي اكبر مشكله كنت بتواجهها من اول الدوري، وده اللي كان بيخلي الفرق اللي قدامك بتعرف توصل تهاجم عليه. ده بقى كان مخلي عندك 2 لعيبه، ديالو على اليمين ومانت على الشمال، بيلعبوا احيانا ادوار كانهم وينجرز، فده كمان مقلل الضغط عليهم دفاعيا وكانوا بيعرفوا يطلعوك بالهجمه اسهل من الماتشات اللي فاتت. لامنز بقى نقدر من النهارده نقول ان هو اضافه كبيره للفريق دفاعيا وهجوميا. دفاعيا الراجل ده مغطي منطقه الجزاء، الكره اللي بتسقط ورا الدفاع بيطلع كانه ليبرو، فبيدي اريحيه للسنتر باكات اللي قدامه. هجوميا هو الراجل بيلعب برجليه كويس، فالكور الطويله اللي كان بيلعبها لو سيسكو اخدها بيعرف يوزع الكوره ينزلها للمهاجمين اللي جنبه، فبيبقى عندك اوبشنز اكتر في الهجوم، او كنت بتعرف تاخد السكند بول، ودي حاجه انت كنت مفتقدها في اداء الفريق كل الماتشات اللي فاتت. ماونت النهارده كان بيلعب من غير فزلكه، كان بيلعب وهو رايق، واضح ان هو كان عايز يستغل الفرصه ويخلق منافسه بينه وبين كونيا اعتقد القعده على الدكه هتخليه يرجع يلعب للفريق تاني، بدل ما هو كان بينزل الماتشات اللي فاتت عايز هو اللي يخلص وعايز هو اللي يشوط. وجود ماونت هيخلق المنافسه دي. النهارده ماونت كان افيشنت جدا، بيلعب لقدام، لما كان بيرجع حتى دفاعيا كان بيقدم مستوى مرضي جدا. الفكره بقى ان الفريق النهارده كانوا بيلعبوا بروح قتاليه وبيلعبوا بروح عاليه، وشايفينهم عايزين يقولوا حاجه، طب ما نلعب كده كل ماتش، ايه الصعب؟ اجمالا نقدر نقول ماتش كويس من اموريم، عارف يعمل تويك في الخطه اللعيبه تعرف تتعود عليه وتطبقه، وده اللي كنا بنقوله ان انت عشان تطبق طريقتك او فلسفتك اللي احنا لسه مش فاهمينها، ان انت ممكن تعمل ده تدريجيا، تغير حته بدل ما تغير الخطه، اللعيبه تبدا تفهمها وتطبقها، وبعد كده تبدا تاخد المرحله اللي بعدها لغايه ما تبدا توصل لطريقه 3-4-3 اللي انت عايز تطبقها كامله، اللي هي كانت بتكسبك في سبورتنج، واعتقد واحده واحده ممكن نوصل لده. مشكلتنا بس ان احنا لسه بنشوف ميس باس كتير في نص الملعب وفي الثلث اللي قدام. اموريم محتاج يشتغل على الجزء ده مع اللعيبه، واعتقد ده هيفرق كتير في شكل الفريق. محتاج اقول كمان ان فكره ان اموريم ما جودش في الدفاع كتير النهارده وبدا بالثلاثه اللي كان بادئ بيهم اول الموسم، ده اداله افضليه كمان دفاعيه. ممكن كمان نشوف شكل احسن من كده لو هيفن بقى هو الثالث بدل لوكشو. ابدا بتشكيل مظبوط في الدفاع وفي نص الملعب، عادي جدا تلعب ب 4-4-2 اوت اوف بوزيشن وتطبقها صح زي ما طبقتها النهارده، لان واضح ان اللعيبه كانت مرتاحه اكتر، فهتعرف تطبقها، ويمكن ده ينعكس على الاداء قدام ليفربول، ويمكن نطلع بنتيجه كويسه قدامهم. ليفربول طبعا متصدرين الدوري وعاملين فورمه مرعبه من اول السيزون، لكن لو ما جودناش ولعبنا رجاله يمكن نعمل حاجه. باختصار اللي عايز اقوله ان مكسب النهارده مكسب مهم جدا، تقدر تبني عليه حاجات كتير قوي قدام. اللي اهم من المكسب ان عمر مرعي عمل لنا فولو. شكرا جدا عمر مرعي على الدعم والمتابعه، يا رب اكون اللي بقدمه بيعجبك وبيعجب كل الناس. وطبعا بالمناسبه دي مش محتاج اقول لك ان انت لازم تعمل لايك عشان السير، شير عشان الشياطين حمر، سبسكرايب عشان خاطري. سلام.